واخيرا رجعت لكم فيديو في الخلاصه. السنه دي كانت غريبه، افلام كنت متوقع ان هي تبقى مفاجاه، هي طلعت مفاجاه فعلا بس سيئه، زي مثلا فيلم ديفيد فينشر ذا كيلر. اكيد كنا مستنيين احسن من كده. وفي الفيديو ده هنتكلم عن افضل 10 افلام شفتهم في 2023. وما تقلقش الفيديو ده مش هيكون فيه اي حرق. في الاول حابب اشكركم ان اخيرا القناه وصلت 100,000 سبسكرايبر قبل ما السنه تخلص. انا عارف ان انا بقالي شهرين بصدعكم بالحوار ده، بس انا بجد مبسوط ان انا حققت اكبر انجاز كنت بتمناه من اول ما بدات القناه، من اول فيديو نزلته تقريبا وانا كنت بفكر في الموضوع ده. فاقل حاجه يعني اقولها لكم هي شكرا. وكفايه كلام كتير بقى، ويلا بينا نخش على قائمه الافضل في 2023. فيلم الفانتازي الوحيد في القائمه انا نفسي ما توقعتش ان هو يعجبني، Dungeons and Dragons Honor of Thieves. لص في مهمه لاستعاده قطعه اثريه مفقوده، وعشان ينجح بيحاول يجمع فريق من المغامرين والسحره، ولكن في طريقهم بيقعوا مع الاشخاص الخطأ. الفيلم مقتبس من اللعبه Dungeons and Dragons، عالم خيالي فيه وحوش وسحره وفانتازيا زي ما الكتاب بيقول. كوميديا المواقف في الفيلم كانت بسيطه وما فيهاش اي مبالغه. طول ساعتين الفيلم انت في مشاهد هتضحك عليها وفي مشاهد هتخليك تبتسم، وما اعتقدش ان طول الفيلم ده كان فيه محاولات فاشله عشان اضحك. القصه بتبدا من نقطه وبنمشي معاها بكل هدوء وسلاسه عشان نبدا نعيش حياه كل شخصيه، بنحاول نفهمهم اكتر ونعرف ليه كل واحد منهم بقى الشخص اللي عليه دلوقتي. قصص الرومانسيه في القصه كانت خفيفه وكانت اضافه حلوه للاحداث. Dungeons and Dragons طلع من العدم، محدش كان يتوقع ان ايراداته تسيطر على شباك التذاكر اللي وصلت ل 220 مليون دولار، في وسط ان السينمات السنه دي كانت بتموت اصلا لولا بس باربي اوبنهايمر. فيلا نروح للفيلم في المركز التاسع، الفيلم اللي اثار غضب النقاد، مش عاجبهم وانا هقول لكم ليه. فيلم الخيال العلمي ذا كريتور من بطولة ديفيد واشنطن، اخراج جاريث ادواردز اللي قدم لنا روج وان، ستار وورز، وجودزيلا 2014. كلنا طبعا عارفين اضراب الكتاب والممثلين اللي حصل في هوليوود السنه دي بسبب الاجور القليله، وان بقى في استعانه بقدرات الذكاء الاصطناعي. يعني بدل ما تجيب حد يكتب لك نهايه للقصه قول للاي اي وهو هيعملها لك. فيلم ذا كريتور بيقدم نظره مختلفه عن كل الافلام اللي اتكلمت عن الاي اي، وعشان كده النقاد هاجموا الفيلم ده، وفي ان هو وصفه انه ما يستحقش اصلا انك تتفرج عليه. في المستقبل وتحديدا في سنه 2070 بتقوم حرب بين البشر والذكاء الاصطناعي، لان بعد ما الاي اي اتطور بقى بيسهل حياه البشر وكمان بيستبدل وظائفهم، وده خلى العالم يتقسم لاتنين. امريكا شايفه ان لازم يتم القضاء على الاي اي لان هو العدو الاول للبشر دلوقتي، لكن في الناحيه الثانيه اسيا شايفين ان الذكاء الاصطناعي بقى لازم يكون موجود ما بيننا، وان هو لازم يكمل طريقه في التطور، خصوصا ان هم بقوا جزء مهم في المجتمع. وبيتم اتهام الذكاء الاصطناعي المتمثل في الروبوتس في انفجار قنبله نوويه ادت لموت مليون انسان. هنا بتبدا الحرب، بنشوف جوشوا مقاتل امريكي بيعيش مع زوجته الاسيويه بشكل طبيعي، لحد ما بتظهر الطائره الامريكيه نوماد اللي بتهاجم المكان اللي هم عايشين فيه. زوجته بتاخد جانب الذكاء الاصطناعي، فبنشوف جوشوا في مهمه للبحث عن زوجته وكمان لتدمير الذكاء الاصطناعي. من زمان واحنا بنشوف افلام بتمجد بطولات امريكا والجيش بتاعها، بس عارف الفتره الاخيره بدات تنتشر افلام اخيرا مش بتمجد في الجيش الامريكي، وتوقع كده فيلم ذا كريتور انهي منهم. ايوه هو فيلم بيحكي عن قصه بين الخير والشر، وتوقع امريكا مين فيهم هي الشر. وده يمكن اللي خلاني ابص للفيلم بنظره ايجابيه، اتغاضى عن ان التمثيل ما كانش احسن حاجه، بالعكس كان سيء من اغلب الممثلين. مفيش تقريبا غير جورج ديفيد واشنطن والتركيز على شخصيه جوشوا اللي بيقدمها، والباقي كان عباره عن شخصيات كوبي بيست من افلام تانية، مجرد ناس بتنفذ الاوامر، مفيش اي ابهار لاي شخصيه. حتى جورج ديفيد واشنطن ما قدمش افضل اداء ممكن تشوفه، بس يعني كان مقبول. فكره الافلام اللي بتتكلم عن الاي اي مثيره للجدل في هوليوود دلوقتي، صعب فيلم ينزل يناقش الفكره دي وما يتهاجمش. بس انا شفت ذا كريتور نجح من ناحيه التجربه البصريه، مشاهد الاكشن، تصميم الروبوت، كل ده خلاه يستحق يكون موجود في القائمه دي. ونروح للفيلم رقم 8 في القائمه، ويمكن هو ألذ فيلم معانا في الفيديو، فيلم النوستالجيا سوبر ماريو براذرز. انا ما اقدرش اقول ليه حبيت الفيلم ده، وانا بتفرج عليه من اول مشهد انا مبسوط. شريط ذكريات الطفوله بيشتغل لمده ساعتين، قصه بسيطه مناسبه للعيله ونهايتها متوقعه، بس عارف كده في نوعيه افلام انت بتخش السينما عشان عايز تنبسط. الفيلم بيرضي كل الناس اللي لعبوا اللعبه، وكمان في نفس الوقت ما ضحاش بالمشاهدين اللي بيتعرفوا على ماريو براذرز لاول مره. اداء صوتي لكريس برات كان جامد بصراحه، وموجه التقييمات السلبيه اللي جت للفيلم دي مش عشان الفيلم نفسه. في فيديو عملته من فتره ابقوا اتفرجوا عليه وهسيبه لكم تحت في الديسكريبشن، كنت بتكلم عن النقاد ليه هم بيقيموا افلام حلوه بتقييم سيء. الموضوع ما بقاش ليه علاقه بان الفيلم ده حلو ولا لا، في حاجات كتير بتحصل ورا الكواليس. فيلم سوبر ماريو براذرز بقى تاني انجح فيلم انيميشن في التاريخ، وايراداته قدرت
ايرادات تعدي المليار دولار. فما اظنش ان فيلم يوصل للارقام دي يجي النقاد بقى يقولوا لك لا الفيلم ده وحش ما تتفرجش عليه، الفيلم ده ما نجحش اخراجيا. يا عم روح. وخلينا نروح للفيلم في المركز السابع معانا من اخراج بين افليك، وفيلم اير اللي بيحكي عن واحده من اقوى قصص النجاح اللي حصلت. وما تتوقعش ان الفيلم بقى هيكون واقعي ورتم الاحداث بطيء، لانه بيتكلم عن احداث حقيقيه. لا الفيلم فيه جانب من الخيال والابهار اللي هتكتشفه لما تتفرج عليه. قصه الشراكه اللي حصلت بين مايكل جوردن اللي كان لاعب سله صاعد في الوقت ده مع شركه نايكي، اللي قدروا يصنعوا طفره في عالم الرياضه والتصميم والموضه بشكل عام. الفيلم من اخراج بين افليك اللي بيقدم لنا مغامره فريق كان في مجازفه بكل شيء في سبيل نجاح اللاعب اللي بقى من الافضل في تاريخ السله. الفيلم مليان نجوم زي مات ديمون وجيسون بيتمان وكريس تاكر ومارلون واينز. بصراحه من الافلام اللي حبيتها السنه دي، وانتوا عارفين ان انا بحب النوع ده من الافلام اللي بتتكلم عن قصص النجاح الحقيقيه. فيلم اير تقريبا هو الوحيد من نوعه السنه دي، وعشان كده قررت ان انا اختاره في القائمه. ونروح للفيلم في المركز السادس، وعلى عكس ترولوجي ذا ماتريكس والفيلم الرابع اللي شفناه اللي كان افشل من الفشل، جون ويك بيستمر في ابهاري جزء بعد التاني. من اول مشاهد الاكشن المتقنه والشخصيات اللي بتتطور وبتكمل معانا، وحتى الشخصيات الجديده فعلا كان ليها بعد ودوافع، مش مجرد فيلن في الفيلم بهدف اننا نبدا قصه جديده. وعكس ما مالكوم اكس قال، في بعض الاوقات لازم ترفع سلاحك عشان ما تفضلش شايله. جون ويك بيقرر يكمل في رفعه للسلاح، وبيتحدى الاجزاء اللي فاتت، وبيتحدى كل افلام الاكشن اللي اتعملت. فعلا بيقدم تجربه ما تقلش عن الاجزاء اللي قبله. عارفين بقى المميز في جون ويك الجزء الرابع؟ افلام الاكشن بتتبنى على تتابعات من الاكشن، واي فيلم اكشن بيكون فيه 4 تتابعات او 5 تتابعات طويله. لكن في جون ويك الجزء الرابع احنا بنشوف اكتر من 10 تتابعات اكشن. حرفيا المشاهد دي تكفي ان هي تعمل 3-4 افلام اكشن اصلا. ومش بس كعدد، لا ده تصميم المشاهد كان مبهر حقيقي، لانه كان بيعرف يخلق تتابعات جديده ويخلق مشاهد اكشن متصله بالمشاهد اللي قبله. كل ده نقل عمليه سرد القصه لمستوى تاني، وخلى الحبكه تتحرك بسرعه. وده السبب ان صعب قوي انك تفرج حد على جون ويك ويقول لك انا زهقت. بنشوف مشاهد اكشن من كل الانواع، عربيات، سيوف، نينشاكو، سكاكين. تشاد ستاليسكي قدم لنا شخصيات في العالم ده ممكن تكمل الفرنشايز مكان جون ويك عادي. وده بقى هو التحدي للسلسله في رايي. هل هيتم حلب شخصيه جون ويك ونشوفه تاني بيرجع وكل مره يتحول بقى الواحد ما بيموتش، ولا هنشوف قصص جديده وشخصيات ممكن نتعلق بيها زي شخصيه جون ويك؟ ايوه جون ويك الجزء الرابع مش افضل فيلم في السلسله، بس هو قدم لي اللي انا ما بقتش الاقيه اصلا في افلام الاكشن اخر كام سنه. عشان كده جون ويك كان لازم يكون موجود في القائمه. ويلا بينا نروح للتوب 5. ولو وصلت لهنا فما تنساش ان انت تعمل بقى لايك للفيديو، تشترك في القناه لو لسه مش عامل سبسكرايب. خلينا نوصل القناه 200,000 سبسكرايبر. لا بهزر. المهم لو حابب المحتوى اعمل سبسكرايب. الفيلم اللي بدأ من يوتيوبرز وتحول لواحد من افضل افلام الرعب النفسي في اخر كام سنه. فعلا انا ما حسيتش بتوتر وقلق كده في فيلم رعب اخر سنتين. وانا هنا بتكلم عن فيلم توك تو مي، اللي تقريبا ما فيهوش مشهد واحد عباره عن جامب سكير. الفيلم مش جاي عشان يخضك، الفيلم بيخليك قاعد مضغوط طول احداث الفيلم يعني، وواخده على محمل الجد. ميا اللي بتعاني بعد موت امها، بقت بعيده عن ابوها، بتعيش مع صاحبتها في بيتهم، وبنشوف حياتهم اللي جزء منها هو تجربه بيعملوها كل يوم تقريبا. يد مجهوله المصدر لما بتمسكها وبتوافق ان الروح المسكونه اللي في الايد دي تتوافق معاك، انت هنا بتعيش اسوأ كوابيسك، لانك بتشوف الارواح دي بعينك وكمان بتقدر تتواصل معاهم. حياه ميا بتتحول لما بتشارك في التجربه، وبتقدر تستدعي الموتى من العالم الاخر. قد تكون الفكره مش اجدد حاجه هتسمعها، بس صدقني الفيلم ده ممكن يكون رعب اكتر من افلام الرعب اللي بتعتمد على المفاجاه. وعلى فكره بقى دي اسهل حاجه هتتعمل، هدي الريتم وهدي الموسيقى وفجاه علي كل حاجه وانا هتخض. فانا بصراحه ما بقتش مهتم من النوع ده من الرعب. لكن توك تو مي مشاهده بتتلاعب بمشاعرك، بتخليك في حاله هتفضل متاثر بيها بعد ما الفيلم يخلص بربع ساعه مثلا. انا يمكن مش من محبي افلام الرعب، لان هي خلاص بقت بتقدم تقريبا نفس الافكار، ما بنشوفش حاجه جديده. بس توك تو مي انا قدرته وحبيته اكتر لما عرفت ان هو خارج من يوتيوبر، مش مخرج يعني عنده مكتبه من افلام الرعب. فالتجربه دي ما كانش حد يتوقع ان هي تطلع بالجوده اللي شفناها. ويلا بينا نروح للفيلم في المركز الرابع، وهو فيلم المفاجاه، اكتر فيلم مظلوم السنه دي من وجهه نظر، فيلم ذا هولد اوفرز، اللي بيحكي عن المدرس بول بونهام، راجل تقريبا ما فيش حد بيحبه، بيدرس للطلاب اللي كلهم بيكرهوه. ولكن لما بتقرب اجازه عيد الميلاد في مدرسه بارتون، بنشوف طلاب اهلهم بيتركوهم في المدرسه، كل بقى واحد منهم لاسباب مختلفه بنتعرف عليها. وهنا بتظهر لنا شخصيه الطالب اجنس، الطالب المشاغب اللي عيلته بتتركه وحيدا في المدرسه بسبب ظروف حصلت، وبيبقى مع الاستاذ بونهام. وهنا بيكونوا صداقه غريبه، وبنكتشف ماضيهم هما الاثنين في قصه فكرتني شويه بفيلم جود ويل هانتنج. وده واحد
من اكتر الافلام اللي بحبها. لكن ذا هولدوفرز مش بيكرر قصه شفناها قبل كده، لا فعلا انت بتتاثر بالشخصيات لدرجه الكره في البدايه، كاره كل الشخصيات. بمجرد ما تسمع حكاياتهم وقصصهم هنا بتبدا نظرتك تتغير، وده هو اقوى محاكاه للواقع. اوقات كتير قوي انت بتبقى كاره حد، ولكن لما بتسمع منه وبتتكلم معاه وتعرف اراءه، تعرف الظروف اللي هو بيمر بيها، هنا نظرتك بتتغير. فيلم مثالي في التلاعب بالمشاعر، والكسندر بين قادر يوصل المشاعر اللي في كل مشاهد الفيلم وانا بتفرج. من اكتر الافلام اللي ما خدتش حقها، واكيد طبعا لازم تتفرجوا عليه. اتوقع بول جيماتي ممكن يترشح للاوسكار لان اداؤه كان من الافضل السنه دي، وده طبعا من وجهه نظري. ونروح بقى للفيلم في المركز الثالث، وهنا لازم قبل اي حاجه كده نقول ان احنا عايشين في حقبه لواحد من افضل المخرجين في تاريخ السينما، مارتن سكورسيزي، في فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، اللي بيحكي عن تاريخ القبيله الاغنى في وقتها، قبيله الاوسج، اللي اتعرفوا بسبب ثرائهم وارضهم اللي كانت بتحتوي على النفط، وده خلى كل الناس يطمعوا فيها. سكورسيزي وصل لمرحله ان هو دلوقتي بيقدر يقول رايه حتى لو كان ضد امريكا نفسها. مش بس كده، ده بيختار ممثلين زي دينيرو وديكابريو. قليل قوي لما بنشوف فيلم بيعكس الايه، المواطن الابيض شغال عند الهنود الحمر. بنشوف مواطن ابيض بيحاول يرضي اسياده من الاوسج ونفسه بس ان هم يشغلوه عندهم. ويليام هيل، الشخصيه الاكثر شرا اللي بيقوم بيها دينيرو، بيوصف نفسه بانه ماسوني. ارنست بيروح يشتغل عند عمه ويليام هيل، ولكن لما بيقابل مولي اللي من عيله ثريه من الاوسج، ويليام هيل بيقترح عليه وبيأمره ان هو لازم يتزوجها عشان عيلتهم تستفيد من كل الاموال اللي هتكون ليهم بمجرد بس ما مولي تموت. الخطه الاخبث والاباده اللي حصلت لسكان امريكا الاصليين، كل ده بنشوفه في ملحمه فنيه 3 ساعات ونص باداءات تمثيليه عظيمه. دينيرو كان الافضل بالنسبه لي، ليوناردو دي كابريو ما كانش عنده تحديات كتير او قدره ابداعيه، لان الشخصيه بتاعته ما كانش فيها اي شيء جديد يقدمه. ليلي جلادستون اختيار مثالي للشخصيه. مشهد المحاكمه اللي في الفيلم كان ابداع بصراحه، وما يقلش عن مشهد محاكمه اوبنهايمر. ايوه مش افضل فيلم لسكورسيزي، بس اي حد بقى متعود على اسلوب سكورسيزي في افلامه والايقاع البطيء فهيحب كيلرز اوف ذا فلاور مون. ونروح للفيلم الثاني معانا في القايمه، وهو سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس. هل في حد لسه مش مستمتع برحله مايلز موراليس في عالم وجنون المالتيفيرس؟ بالنسبه لي ده افضل من الجزء الاول في حاجات كتير، زي التحدي الجديد اللي بيواجه مايلز، فكره ان كل اللي حواليه بيقنعوا ان ما كانش مقدر ليه انه يكون سبايدر مان، عيلته مش قادره تفهمه عكس كل النسخ الثانيه اللي عيلتهم بتحبهم. والجديد هنا بقى ان الخطر اللي بيواجه مايلز اكبر من الجزء الاول. يمكن النهايه سابتني في نص الجنون اللي حاصل، اللي هو بقى انا مضطر استنى سنتين على الاقل عشان اكمل القصه، ودي هي اسوأ حاجه في الفيلم، هي نهايته، ان هو كده الجزء الثاني كله تمهيد للجزء الثالث. ولكن انصافا للفيلم فهو تجربه لازم تشوفها. وبالمناسبه سبب منع الفيلم، الجمله اللي كانت مكتوبه كده على الجدار انا ما شفتهاش خالص وما لاحظتهاش وانا بتفرج، وما اعتقدش برضو ان انت هتلاحظها الا بقى لو ركزت في كل مشهد، وده صعب يحصل وسط كل الاحداث المجنونه اللي كنت شايفها. من التجارب اللي انبسطت بيها جدا يعني، ويا ريت بقى الجزء الثالث ينزل بسرعه وبلاش الشغل بتاعكم اللي بتعملوه ده. اظن القايمه كانت محروقه من قبل ما تتعمل. فيلم السنه، افضل اداءات تمثيليه هتلاقيها جوه الفيلم. كريستوفر نولان قدم واحد من افضل افلامه، يمكن هو افضل فيلم سيره ذاتيه في التاريخ. فيلم هيسيطر على اغلب ترشيحات الاوسكار، اكيد طبعا يستحق، وكنت راجعت الفيلم ده في فيديو موجود على القناه. نولان قدر يكسب باربي اللي ايراداته اعلى منه، وقدر يكسب كيلرز اوف ذا فلاور مون هو كمان. والفكره هنا ان انا مش بقارن بين الثلاث افلام، انا بقارن بين يعني نسبه الرضا للمشاهدين بعد ما شافوا الفيلم. من الافلام اللي هتبقى موجوده في اي مناقشه عن الافضل في اخر 10 سنين مثلا. قصه مهمه كان لازم تتحكى باسلوب الاثاره والتشويق، لانها كقصه تاريخيه صعب ان انت توصلها لعدد كبير من الناس، بس نولان بخبرته قدر يعمل كده. حتى الموسيقى التصويريه لسه معلقه في دماغي، ومشهد مثلا اوبنهايمر واينشتاين لما كانوا بيتكلموا مع بعض، لا ما فيهاش نقاش، فيلم اوبنهايمر هو افضل فيلم في السنه. وانت بقى قول لي افضل فيلم شفته في 2023، ولو كده اوبنهايمر فقول لي افضل 3 افلام. مستني رايكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. شكرا لانك وصلت لحد هنا في الفيديو، ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وخلينا نوصله 5000 لايك. لو دي كانت اول مره تشوفني، حابب ان انت تشوفني تاني، ممكن تشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان الفيديو مش هيظهر لك لو مش مفعل الجرس. حلوه الصيغه دي. انا على اسماعيل نوناز موفي هاسلر، موجود على انستجرام، بنزل هناك ريلز كتير كل يوم فيديو تقريبا، فلو عندك اي سؤال ابعت لي. دلوقتي في ممبرشيب في القناه، تقدر تشترك لو حابب ان انت تدعم القناه ماديا، هتشوف حاجات حصريه وما وراء الكواليس، ولو عندك افكار عايزنا نتكلم عنها الفيديو الجاي قولها لي برضه. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.